كاملين كنحلموا تكون عندنا من هاد الحميمه بزاف ديال الوراقي، فلوس خنز الدنيا، الله يطلينا بهم. مي طلع عليه هي اللي بغات الخلاخل، غير هي كله كيفاش جا لها باش يجمعهم ولا يحضرهم. هذا اللي غنهضروا عليه اليوم. غادي يشد بحال هاد لامبريمو وغادي يطبعهم، وملي غادي يسالي غادي يبدا يقطع فيهم، ومن بعد ما تتخيلوش غادي يدير بهم. في درب شعبي مدينة دار بيضاء كان واحد الوليد سميتو ياسين، كان دري زوين وفعيلو كتهار منه، طموحو هو يبدل مستقبله، كيحلم بحياة احسن من اللي كيعيش فيها هو دابا. حياته كان صعيبه، واصعب مشكل والمشكل المادي. كان ساكن هو والديه في دار صغيره مجموعين فيها 4 ديال الخوت. الماكله اللي ما حضرتيش فيها في الوقت ما تلقى ما تاكل، ولا مشيتي حتى تعطلتي ضربك كار. ياسين كان هو الكبير في خوتو، كان كيحلم باش ينقل والديه من الفقر اللي هما عايشين فيه، يعاون مو تجلس من الخدمه في التيور عند الناس، يلقى باش يداوي باه من المرض الخايب، وما يبقاش كل مره يطلبوا الناس باش يعاونوه. ياسين سيدي من بعد ما شد الباك كان ندير لافاك ونخرج ندبر على شي خديمه منها نعاون من الوالدين ومنها نقص عليهم الحمل ديالي. داكشي اللي داير. ولا مره كيمشي يقلب على خديمه، واحد النهار لقى خديمه في واحد السيبر، ولا كيحدي المولى وكيدبر عليه موشي، بقى شاد السون وكل مره يروف عليه موشي باش يزيق. ياسين كان دري زوين ومفيش مشاكل وكيدخل الخاطر. داك مول السيبر كيمشي لبرا كيجيب داكشي ديال لافيري وكيعاود فيهم البيع. ياسين كان فيما كيتلاقى مع مولشي كيقول لي الله يجزيك بخير، واش تقدر تجيب لي شي بيسي بورطابل؟ وبقى كل مره نقص لي شويه من الفلوس اللي كتخلصني منهم. داك مول السيبر قال لي ماشي مشكل، غادي نقلب لك على شي واحد ولا لقيتو غادي نجيبو لي. بقى ياسين خدام في داك السيبر كيتعلم، كيدخل لي سيت، كيخربق شويه التصميم شويه المونتاج، كان كيعجبو داك الهيت. لقى فرصه باش يديفلوبي راسو بشويه. كان تعلم شي حاجه اللي نولي نخدم بها اونلاين الوقت والزمان هذا. حتى لا دبرت على شي بيسي بورطابل نولي نخدم به. كما كتعرفوا فاش الوقت بدات كتطور شويه، السيبرات ما بقاوش خدامين بزاف، كثروا البورطابلات والقهاوي ولا فيهم الويفي، بيسي بورطابل ولا اغوغو. ديك السيبر اللي كان خدام فيه ما بقاش كيجيب الكليان، بقاش كيدخل المولاه شي مدخول، قرر يسدو. وبما ان ياسين كان طالب مول السيبر على شي بيسي، قرر يعطيه واحد. الانسان فاش كيحس بشويه ديال الفلوس كيبدا يقلب على راسو. ياسين ما بقاش يبقى جالس، كان مشي يقلب على شي خديمه كيما كانت. هاد المره مشى الحي الصناعي، هز معاه السيفيات، فيما كيوصل شي وزين كيوقف عند الباب وكيعطي العساس داك السيفي. داز تقريبا واحد الشهر، واحد النهار غادي تعيط عليه واحد النمره. الو ياسين هذا؟ قال لهم ياسين وي شكون معايا؟ قالوا لي معك شركه الفلانيه، واش تبغي تجي تخدم معنا سيكيورتي؟ ياسين قال والله ما العمش ولا العمى. ملي مشى عندهم قالوا لي غادي نعطيك واحد الكاريطه وغادي تشد لينا الليل لمده ديال شهرين. بما رجع واحد السيد البوست ديالو قال لي مرحبا، عطاو الكونطرا ودا ايغاليزا، ردها ليهم عطاو اللبسه وبدا الخدمه ديالو. ياسين واخا خدام الخدمه كان عنده ديما طموح باش يبدل من مستقبله، وكيفكر شي طريقه اللي غادي تعاونو باش يبدل ويزيد براسو لقدام. ديك الشركه اللي كان خدام فيها كان الدور ديالها استيراد ديال الاوراق، ومن بعد تعاود توزعهم. كان ياسين فاش كيدخل البوست مع 10 ديال الليل كيدير واحد الدوره على البلاصه فين خدام، واش باقي شي واحد، واش الوضع كله تمام، باش من بعد يجبد البيسي اللي كان عاطيه داك مول السيبر، كيدير فيه شي فيلمات كيشد بهم الليل بما وصلت ديك 2 ولا 3، ويحط الراس حتى 6 ديال الصباح. بما دخل الاخر في البوست ديال النهار، ضرب في ديك الخدمه شي شهر بحال هكا. واحد النهار هو خارج غادي مهدوم وعينيه معمشين بالنعاس، غادي وكياكل في الشانطي وكيقول ها الشهر مشى، يا ترى كيفاش غادي نلقى الخدمه ملي غادي يجريو عليا. ويدوز على واحد البركاسه حاشاكم، ضرب على واحد امبريمونت مليوحه ويمشي ليها. بدا كيقلب فيها كتبان ليه مازال نقيه، كان غادي نهزها نديها معايا نبيعها لموالين لافيراي. ضربها فوق كتفو وداها معاه للدار، حطها ودخل نعس. في العشيه ضرباتو الفيقه. ديك لابريمونت كان خاصها واحد الكابلي باش تشعل، كانت عندهم واحد المسجله حيدها ليها وخشا فيها. كتبان ليه ديك لابريمونت مازال خدامه، هو مع كان فايت خدام في سيبر حدو ديريه كيفاش كتخدم. كيحلها كيقلب الكارطوج ديالها
كيلقاهم كارمين ويقول مع راسو تقدر تكون خدامه، تكون خاصها غير الكارطوش. قال صافي نخليها ما كاين لاش نبيعها، دابا نحتاجها من بعد. شوف اش غدير لي هاد لامبريموت، عاد تبعوا معايا. واستمرت الحياه بالنسبه لياسين، بقى خدام في ديك الخديمه، الروتين كيتعاود كل نهار. ضرب دويره في الخدمه ديال الشركه، تجي شاد البيسي ديالك دير فيلمات. واحد النهار غادي يلقى واحد الباكيه ديال الوراقي مليوحين، فيهم شي ديفو صغير يلوحوا هما اللي الشركه في خدامين. دوك الوراقي بحال ديال الفلوس، قريب ليهم بزاف، الا مسيتيهم كيشبهوا العمله ديالنا. هز منهم داهم خشاو في الشكاره عندو، والصباح داهم مع الدار. داز داك الشهر وفعلا رجع العساس اللي مرون بلاصي ياسين، وما عليه اللي ياخذ داك الرزيق اللي جا في حقه يمشي يقلب على راسو. دار واحد المحاوله باش يهضر مع المدير ديال ديك الشركه باش يشوف لي شي خديمه كيما كانت، ولكن كان الجواب هو كاع البلايص عامرين. فاش نبغي نزيدو الخدامه راه غادي نتصلوا بيك. ياسين رجع العويض قدام تاني، زلط وقلت ما يدار. فاش خلص جاتو واحد الفكره، كان مازال عنده شي فليسات. قال علاش ما نشريش دوك الكارطوشات ديال الامبريموت ونخدمها وندبر على شي وراقي ونمشي نقلب على موالين المحلات، نشوف اللي بغى شي واحد شي كارت فيزيت نصايبهم ليه ويخلصوني. ولكن المشكل فاش غادي يشري ديك لي كارطوش غادي تبدل لي حياتهم 180 درجه. فعلا خدمات ديك الامبريموت سياها لقاها الطاقه مارش كولور باقي داكشي ما كاينش. مع ديما نقول لكم هو عنده ديري داكشي ديال تصميم وما يزيد على ذلك. بدا كيدور على المحلات، السلام عليكم واش خاصكم شي كارت فيزيت بثمن مزيان. بقى يدير المشروع ديالو يعاون راسو وما يبقاش يستنى شي واحد يخدم عنده ولا يروف عليه. ولكن ربما العروض اللي كان كيعطي لموالي المحلات ولا الثمن اللي كيتفاهم معاهم عليه ما كانش هو هذاك. المهم ديك الفكره ديال كارت فيزيت ما صدقاتش ليه وما دبر على حتى شي كليان. شوف شي قلت ما يدار ما كاين مخيب منا، كيطيحوا عليك شي افكار وانت جالس يا ربي السلامه وصافي. ياسين هو جالس في البيت عنده كيتفكر دوك الوراقي اللي كان لقى اللي كيشبهوا ديال الفلوس. اش قال لي راسو؟ نوض ياسين جرب طبع 100 درهم وشوف كيفاش غادي تخرج. بدا بالضحك، ملي طبعها جابها لاصقه. اش دار؟ قطعها وحطها قدامه بدا كيشوف فيها مره كيطابقها مع الاصليه. كانت باهته شويه ويني في الظلام تقول هي. اش غادي يدير؟ غادي يصيب واحد الكميه وقرر يمشي يدوزهم في واحد السوق ديال البهيم حداهم بالليل. قال لي راسو صايب شي مليون وسير شري شي بقره وعاود فيها البيع تم وبدل ديك الفلوس اللي طبعتي فلوس حقيقيين. صايب قلنا لدوك الفلوس. وصل نهار المعلوم ركب مع واحد الخطاف ودا داك السوق. دا كيدور في الرحبه بالليل كيسول على البهيم وعلى الاثمنه حتى لقى لي والمو بالفلوس اللي عنده. ولكن اللي ما كانش عارف ياسين هو البياع والشريه ديال البهيم يقدروا يحسبوا الفلوس في الظلام، والريحه ديال الفلوس يشموها يعرفوا من 4000 من 200 درهم، والمسه ديالهم يعرفوا من الحقيقيه من المطبوعه. وداك الشيء اللي وقع فاش بغى يشري ياسين مع البياع. فاش عطاه الفلوس بدا كيحسب فيهم داك الشناق عرف الفلوس ماشي حقيقيين، وباش يتاكد ضرب فيهم بيل كيلقاهم نفس السيري كيتعاود في كاع الوراقي. شنقوا عليه طحنوه عصا مزيان وعيطوا ليه على الجوندار، شدوه من تما وداو حقه معاه. اعترف لهم بكل شيء، داهم الدار وراهم باش كان كيخدم. وملي اعترف لهم بكل شيء قدموه للمحكمه. وفي القاعه الكبيره ديال المحكمه ياسين واقف قدام القاضي، عينيه مغرغرين بالدموع، قلبه كيضرب بالزربه وصوته مخنوق وهو كيعاود قصته. قال بلي كان غير كيقلب على شي طريقه باش يعيش هو وعائلته بكرامه، ولكن اختار الطريق الغلط. الندم كان باين في عينيه، وكل مره وكل كلمه كتخرج من فمه كتزيد تثقل عليه في قلبه. الناس اللي في القاعه كانوا كيشوفوا فيه بنظرات مختلفه، كاين اللي كيشفق عليه، كاين اللي غاضب، وكاين اللي تعاطف معاه. الوالده عنده كانت جالسه في الصف الاول ودموعها كتنزل بلا وقوف. ياسين كيشوف فيها وكيحس فيها بضعف كبير. كيفاش غادي يقدر يعتذر لها؟ كيفاش غادي يرجع الزمان اللور ويصلح الغلط ديالو؟ القاضي قرر يدير جلسه اخرى ليه من بعد شي ايام باش يقرر الحكم. ياسين رجعوه الحبس عاوتاني، كان كيفكر في كل خطوه غلط دارها وفي كل حلم كان عنده تهدم. الحياه ديالو تغيرات بشكل كبير، ودابا خاصو يواجه العقوبه ديال 15 عام. 15 عام بسبب فكره خالطه دايره في حياته.
قلش ما يداروا الرفاقه والونتوراج اللي كنعيشوا فيه. كيديك جوج طرقان، يا كيزيد بك لقدام يا كيصيفطك للتهلوكه. نصيحه من خوك، اي واحد كيتفرج فيه ومازال يلاه شاق الطريق رد البال راسك، راه غلط صغير يدمر لك حياتك ورزقك ان شاء الله غادي اتيك بيه الله يسهل ليك. ولو وصلت حتى لنا الخوت كنتمنى منكم ديروا اشتراك في القناه، راه بغينا نوصلوا 500 الف مشترك في اقرب وقت. بطبيعه الحال فضلا وليس امرا، اعانكم الله اخوتي.